وصفة رائعة وبنينة بالبزاف. بصح كثير من النساء تخرج لهم الحشوة يابسة. تبعوا الطريقة تاعي وان شاء الله اخر مرة تخرج لكم الحشو يابس. نروحوا للوصفة تاع نهار اليوم. عندي هنايا الكاوكاو تاعي بعد ما حمصته ونحيت له قشوره وريحته يعني يكون خشن. بعدها بهاد الكيل راح نكيلو 2 كيسان معمرين تاع الكاوكاو. درت الكاس الاول، راح نزيد الكاس الثاني. هنايا عندي سكر عادي ماشي سكر غلاس، راح نضيفه نصف الكاس. ما تكثروش هنايا السكر، اصلا فيها سكر بزاف. راح نحركوا المقادير تاعنا بهذه الطريقه. راح ناخذوا رحايه اللي عندك الكتريك ولا عندك كيما هذه تاع اليد. هنايا سمحوا لي على المنظر، وليدي راه مهبلني يبكي على التليفون ما خلانيش نصور الاز. راح نرحيو كامل السكر مع الكاوكاو، يعني نخلطهم كامل حتى يولي الخليط تاعي رقيق. كما راكم تشوفوا. راح نضيف له ملعقه صغيره تاع لافاني. راح نضيف له ملعقه صغيره تاع السمن، يعني ما تكثروش هنايا السمن، الا كثرتوه راح يخرج لكم الحشو كي طيبوا التشارك تاعكم. راح نخلط كامل السمن مع الكاوكاو تاعي بهذه الطريقه، ندخلهم كامل مع بعضهم. بعدها عندي هنايا ماء الزهر يكون دافي، وراح نرشوا الخليط تاعنا بالعقل كما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على حشو متماسك وطري. هنايا سر طراوه الحشو تاع التشارك هو كي تعجنوه لازم تعجنوه كيما راني نعجن فيه بهذه الطريقه حتى تحسوا بلي تعجن ملاح وتحسوه معسل. بعدها بعد ما حسيت ان خلاص الحشو تاعي الطري ومتماسك، راح ناخذ بلاستيكي وراح نخليه يرتاح لمده ساعتين او اكثر. راح ننتقلوا للعجينه تاعنا في ان ريسيبيون. خذيت هنايا راح ناخذ 3 كيسان تاع الفارينه. هذا الكاس توجور اللي نقيس به، يعني اللي قيس به الحشو راح نقيس به ثاني للعجينه. نضيف عليه ملعقه كبيره تاع لافاني، وهنايا عندي ماشي معمر يعني ناقص 2 دوا تاع السمن يكون ذائب وما يكونش سخون، يعني يكون دافئ. راح نكمل نعمره بالزيت تاع المائده كما راكم تشوفوا، وراح نفرغه على لافارين تاعي. راح نخلط المقادير مع بعض. كي تخلطوه تحسوا ان العجينه تاعكم خلاص يعني تعجنت، ما تقدروش تكملوا، بصح بالماء الزهر راح تعاود تلم لينا كما راكم تشوفوا الطريقه. راح ناخذ هنايا كاس تاع ماء الزهر يكون دافي، وراح نضيف له شويه تاع الملح، يعني رفعه تاع الملح. راح نحركهم مع بعض. كما قلت لكم الماء الزهر لازم يكون دافي. راح نرش العجينه تاعي بالماء الزهر بالعقل حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه وطريه. هاي العجينه تاعي بعد ما خدمتها مليح.
متماسكه كما راكم تشوفوا. راح نزيد نخدمها شويه حتى نتحصلوا على هذا الشكل. ثاني راح نخبيها في كيس بلاستيكي لمدة ساعتين، يعني كل ما تخليها ترتاح كل ما كانت النتيجة أحسن. بعد ما ارتاحوا لي العجينة والحاشو راح نديرهم كريات. حبة الجوز والكاوكاو يكون يعني الحشو تاع الكاوكاو يكون أقل منه، يعني الحشو تكون صغيرة. هنايا يعني القيس عينك ميزانك. بعد ما كملتهم كامل راح نجيو نخدموا التشارك تاعنا. كما راكم تشوفوا فتحت العجينه تاعي، لازم تحليها رقيق باش تجيك التشارك تاعك يعني عنده الفيطاج هذاك. وثاني سر من اسرار نجاح لاباط تاع التشارك، يعني تقدري تهزيها بيديك عادي ما تلصقش. كما راكم تشوفوا راح ندير الحشو في الوسط وراح نحاول كيفاش نلصق الحشو مع لاباط، وراح نحاول نرقو هاد التشارك في الحواف. بعدها راح ندورو بهاد الطريقه. شوفوا الشكل كيفاش خرج لي هايل. بواسطه غلاقه تاع القرعه ولا بوشون راح يعني نسقمو باش ما يتعوجليش بهاد الطريقه. راح نكمل كامل الحبات تاعي بنفس الطريقه. هنايا الفرن تاعي شعلته من قبل، يعني ما يكونش سخون مليح، المهم يكون سخون شويه. فوالا على درجه 170 درجه ولا 160 درجه. هنايا بالكوردو راح نثقب كامل الحبات تاعي بهذه الطريقه، يعني 3 ثقبات وما تثقبيهمش مليح، غير تحطيهم ونحيهم. ها هو التشارك تاعي بعد ما طابلي. شوفوا معايا جامي تخليو الحبات تاعكم حتى تتحمر مليح، وكان غير تغفلوا شويه على التشارك تاعكم راح يخرج لكم الحشو يابس. لازم تخرجوه بهذه الطريقه، يعني يكون اللون الذهبي. هنايا في ان بول اخذت شويه تاع المزهر، ضفت له 2 ملاعق تاع سكر كلاص فوالا، وراح نزيد له ملعقه صغيره تاع الفارينه، وراح نخلط كامل المقادير مع بعض. بعدها راح ناخذ الحبات تاعي وراح نغمسهم في هذا الخليط. بعدها راح نخليهم يقطروا كما راكم تشوفوا. في ان ريسيبيون خذيت سكر ناعم وراح نرمدهم كامل في السكر هذاك. وراح نضغط عليهم بهذه الطريقه. راح نخليهم 5 دقائق هكاك. بعدها راح نحي الحبات تاعي ونحاول كيفاش نحي كامل هذاك السكر كلاص. بهذه الطريقه، يعني لازم الحبه تاعك تكون معمره مليح تاع سكر كلاص باش تجيكم شابه. هو التشارك تاعي بعد ما كملته شهيتكم في الجنة ان شاء الله ينال الاعجاب. فوالا وهنايا راح نقسم لكم الحبه هنايا لليوم الثالث. كما راكم تشوفوا يعني لاباط تاعنا جات تذوب في الفم، والحشوه ثاني راح نوريها لكم كيفاش خرجت لي. هيا الى اللقاء في فيديو اخر.